عاجل. موسم السيطرة الكتالونية. كيف حول برشلونة ريال مدريد إلى مجرد كومبارس في مسرحية؟ هذا الموسم قرر نادي برشلونة أن يقدم محاضرة متكاملة في فنون التفوق على غريمه التقليدي نادي ريال مدريد، فلم يدع سيناريو إلا وجربه، ولا أرضا إلا وجعلها مسرحا لانتصاراته. فاز عليهم في مباراة ودية وكأنها تدريب تمهيدي، ثم كرر التفوق في مباراة رسمية ليؤكد أن الأمر جد لا هزل فيه، ثم اقتنص كأس الملك بكل هدوء وكبرياء، وانتزع كأس السوبر الإسباني على أنغام الصقور في أرض عربية. أما الدوري فقد حوله إلى مسابقة فردية للفوز لا يرى فيها سوى لون واحد. أما من حيث المكان فاز بهم في ملعبهم واستقبلهم بحرارة الأهداف، ثم خرج إلى ملعبهم وعاد بالنقاط كما يعود المسافر من السوق، ولم ينسى الأرض المحايدة فجعلها منحازة له باللعب فقط. انتصر نهارا ولم تشرق الشمس على مدريد، وانتصر ليلا وتركت الهزيمة أثرا في أحلامهم. تحت سقف مفتوح لعب كمن يطارد الفراشات، وتحت سقف مغلق ترك الصدى يحكي ما حدث. في 90 دقيقة أنهى المهمة دون تأخير، وفي 120 دقيقة أضاف لمسته الخاصة من العذاب الجميل. ريمونتادا تدرس في كتب التاريخ، وبدون ريمونتادا حين قرر ببساطة أن يتقدم ولا يلحق به أحد. كل هذا وقد حدث في 3 قارات مختلفة، آسيا وأوروبا، وكأن برشلونة لم يكتفي بالفوز بل قرر تصديره للعالم، وانتصر بالورقة الحمراء، وبدونها فالمهم عنده أن يسجل في الذاكرة: هذا موسم برشلونة، والميرينجي مجرد ضيف ثقيل. مع أطيب التحيات، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير. لا تنسوا متابعتي على قناتي في اليوتيوب. مع السلامة.